عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي وخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. باقي تقريبا شهر على عيد الأضحى، ودي وصفة أنا كنت عايزة أعملها لكم قبل عيد الفطر، بس قلت برضو خليني شوية عشان يبقى فيه مصداقية يعني. فأنا قلت كده خلاص، كده كفاية، باقي شهر على العيد، فنلحق نستخدمها شوية، ويا دوب كده ان انا انزلها لكم. هي وصفة صراحة، هي مش وصفتي، انا شفتها على النت بالنوتة بتعملها وصفة تفتيح، قالت لأي مكان، حتى المناطق الحساسة، وكلها اللي شدني ليها انها بثلاث مكونات بس، وكلها مواد طبيعية وبدون اي كيميكال او اي مواد كيميائية، وفي نفس الوقت يعني لقيت فيه نتيجة منها. هي الوصفة عبارة عن ايه؟ هي البنوتة تقريبا اسمها شاهي، يعني انا مش فاكرة شاهي ايه كده، بس هي للأمانة اللي انا فاكرة انها اسمها شاهي. المهم، انا الوصفة عبارة عن زيت لوز مر، زيت ورد، وزيت لوز مر، وزيت ليمون. انا دي تقريبا رابع مرة اعملها هي ولا حاجة. المكونات هنا مثلا، الازازة دي الحواج، ممكن تجيبي اي حاجه، انا كنت بجيب الحواج وخلصت، ولما رحت اجيب تاني لقيت ده لسه بقى هجربه، اسمه ايه؟ بيور اويلز. اي زيت ورد تكوني متاكده انه طبيعي، ويكون كويس يعني. المهم، الفكره هنا عباره عن ايه؟ مثلا لابوه هنا 30 مل في اي زيت من دول. طيب ال 30 مل زيت ورد، زيت الورد هو اللي هيبقى مركز اكتر. هنحط 15 ملي او نص الازازه من زيت اللوز المر، و15 ملي من زيت الليمون. يبقى بنسبة 2 ل1 1، يعني زيت الورد 50%، وال50% التاني متوزعين 25% زيت ليمون وزيت لوز مر. فانا قلت اوريها لكم على العبوات دي زي ما انا بعمل. انا بقى بعمل ايه؟ بجيب الازازة دي، بجيب منها 2 زيت اللوز المر، واروح مفضية آه الازازتين بقى على بعضها، الازازتين زيت الورد، وازازه زيت لوز مر، وازازه زيت ايه؟ ليمون. عشان مش هلخبطكم، انا هعمل بس معاكم وصفه كده دلوقتي. هنحط زيت الورد اهو، هنجيب حاجه فاضيه نظيفه متعقمه. ماشي، الوصفه دي قالت تنفع الاماكن الحساسه واي مكان في الجسم كمان. انا عشان عندي هالات، ارق وهالات وقله نوم من العيال وكده، فدورت انها تنفع يعني للعين، قالوا عادي تحت العين يعني هالات الصم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زيت الورد اهو، انا هحط العبوه كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت المره دي دوت بتاع الحواج بتاعي كان بيبقى احمر شويه، مش شرط يبقى احمر، عامه هو عادي، ممكن تلاقيه احمر، ممكن تلاقيه ابيض، فمش هتفرق. وبعدين هفضي ازازه زيت اللوز المر نصها، لان انا مش لاقيه الازازه التانية الكامله، فهفضي زيت اللوز المر نصها. هعاير بالويم كده يعني لو عندك سرنجة او حاجة تقدري تعايري بيها عاير. انا فاكرة ان انا جايبة ازازتين، انا مش عارفة راحت فين. كده فاضل نقطة كمان. وهنجيب زيت الليمون. هو يوميها رحت لقيت زيت الليمون قال دي 60 ملي، ف هتبقى العبوة كانت 60 ملي. فقل المفروض انا كنت عايزاها 30، قال لي مش مهم حطي نصها يعني، فما علينا مش هيخسر. المهم، اسعار الزيت بقى انا بجيبه من 20 ل25 على حسب المكان، كنت لو اقل ممكن لو ارخص. فكيتها، هي كانت خدت وقت على ما تفكت البرشامه بتاعتها. هي دي نسب ثابته. ماما وانت هيلا. رجي كل ازازه قبل ما تعمليها، عشان ممكن يكون الزيت مثلا فيه ترسبات ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهي كده. طب كده الوصفة بقت جاهزة اهي. تقدري بقى تحطيها على كده في اي علبة تستخدمي. انا بقى عندي علبة سيرم بتاع فيتامين سي بحطها فيها عشان اعرف استخدمها على طول. طيب في اضافات مني انا كآية بحطها، دي اختياري يعني، دي بره الوصفة البنت ما قالتش عليها بس انا بحبها. اول حاجة فيهم بحط زيت الجليس مش زيت جليسرين، هو جليسرين طبيعي اي نوع عندك بس تكوني ايه بتستخدميه وجايباه من الصيدلية، حبة صغيرين كده اهو. الجليسرين انا بحبه جدا في التفتيح والترطيب. طب انا بزود يعني مش مش حاجه مضره. وبحط ايه تاني؟ هي راحت فين؟ أنا جايبه عندي ده مش بستغنى عنه في اي حاجه، بستخدمه على طول، راميه في اي حاجه. حاطه مثلا عندي زيت جليسرين برطب بيها، راميه فيها كبسولتين اي حاجه. هحط كبسوله، عايزه تحطي اتنين حطي كبسوله من فيتامين اي 1000 او اتنين من فيتامين اي اللي هو 400، كبسوله واحده اهي. هفضيها كلها. ممكن تحطي اتنين لو عايزه، مش بيضر يعني، الحاجات دي كلها طبيعيه فمش بتضر. طيب اخر حاجه برضو، انا قلت لكم من اول الجليسرين ده كله اختياري وهي مش كانت حطاه. اخر حاجه عندي الاكل الفاسي الاصلي، بحط شعره كده يعني رشه بسيطه كده بحيث يديلي لون وردي للمنطقه اللي انا بستخدمها. لو زيت، حتى لو زيت الورد عندك محمر فهو برضو مش هيدي الدرجه اللي هي. ده الاكل الفاسي ده بيدي الدرجه اهو. وهقلبهم. عامة هو مش هيقلب اللون مرة واحدة، هياخد وقت على ما يتركز. انا هوريكم بقى القديم اهو، بصوا تركيز اللون فيه، اللون بيتركز اهو تحت، بيحمر جامد يعني. فهو عادي هسيبه شوية على ما البتاع ده يدوب، يا اما اقعد اقلب فيه كده لان الاكل الفاسي مش بيدوب بسهولة يعني، لان هو الاصلي ودي زيوت. فانا ليه حاطه اكل فاسي؟ الاكل الفاسي هيدي لون زي ما قلت لكم توريد طبيعي للمناطق الحساسه والحاجات دي. والجليسرين زيه زي ليه فعاليه رهيبه في الترطيب والتفتيح، زيه زي اللهم ذكرني ما نسيت، زيه زي زيت الورد. انا مش عارفه اجيب. طيب والكبسولة الفيتامين اي بتفتح ويعني برضو خطيره في الترطيب والتفتيح وحاجه طبيعيه معاكي من اول زي ما قلت لك. الجليسرين مش عايزه تزودي ما تزوديش، ممكن تضيفي زيت جوز هند بس يعني مش عايزين ايه لخبطه كتير انا لقيت زيت الورد افضل من زيت جوز الهند في التفتيح يعني. كمان بقى انا عايزه اقول لكم بقى بعد التفتيح، انا لما استخدمت الوصفه دي اكتر من شهرين لقيتها بدات تجيب نتيجه في الاماكن الغير حساسه او المش غامقه اكتر. باينه الاماكن الحساسه بدا فيها درجات بسيطه. وصبرا يا جماعه اي علاج جلدي سواء كيميكال او طبيعي لا بيبدا من بعد 3 شهور. في ناس بتبدا من قبل كده بس اي نتيجه هتظهر هتبدا من بعد 3 شهور، فاحنا مش نستعجل. هتلاقي بقى ترطيب وتوريد وريحه رهيبه، ريحه انت حابه نفسك حطي منها في اي حته انت عايزاه. انا كنت بحط كده كمان مش تفتيح، كنت بحط كده. بصوا كده شكلها اهو. انا سبته شويه على ما اللون عمل. هو كده كده بيتركز عادي لو حطيت اللون حتى في العلبه. وهستخدم بقى منه، بصوا كده حتى لو طلع معاكي لو طلع معاكي اللي هو دم الغزال ده هيعمل معاكي. وبتحطيه على الجسم بقى بقطنه، هي بتقول بقطنه او ويفضل يعني قطن الميك اب عشان آه، هيبقى يعني هيدي ترطيب وريحه ان ما ادكيش تفتيح من اول مره، هتحبي نفسك كده.
فانت حطيه، حطيه بالقطنه او وايبس، هي بلاش كمان قطن عادي، بتقول القطن بتاع الميك اب علشان مش يسيب فتل في المكان بتاعه. فانا صراحه يعني ساعات ما احط بالقطن وساعات بحط بايدي كده وادهن بدي كده زي ما انا وريتكم بتاعت السيرم كده. انا خلصت الوصفه، مش عايزه اطول عليكم. زي ما قلت لكم حطي الثلاث مكونات الاساسيه: الورد، زيت الورد 30% و15% زيت لوز مر و15% زيت ليمون. مش عايزه تحطي ما تحطيش الجليسرين والحاجات دي اضافيه لو عندك عادي اهي، وتحطيها في الازازه وتستخدميها. هفضيها اهي. انا مش عارفه الزيت المره دي اول مره استخدم الزيت ده، ليه الزيت ما احمرش على طول؟ يمكن لسه هياخد لون. هبوريها لكم برضو لو الفيديو ما نزلش على طول. لو الزيت اكمل هو بيحمر جامد والله يعني. وبعد كده بستخدم عادي وبرجه حتى قبل الاستخدام وبستخدمه. يلا انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت تجربوها بجد، وصفه حلوه قوي جدا. جربوها قبل العيد وان شاء الله هتدعوا لي ومش تنسوا بقى تحطوا لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واستنوني فيديو جديد ووصفه جديده. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت اقول لكم يا بنات طريقه الاستخدام: بتحطيها مرتين وما تطلعيش بره في الشمس، وحاولي تحطي صن بلوك لو هتحطيها على بشرتك. انا بحطه على وشي كمان وبصحى الصبح الاقي وشي قمه في الجمال والنعومه والتوريد. تقدري تبحثي عن بنفسك عن الزيوت دي. انا قبل ما استخدمها بحثت عنها كلها، لقيت انها لها فعاليه كبيره في التفتيح والترطيب، رهيبه رهيبه بجد. ربنا يبارك لها بجد البنوته دي. استخدموا الوصفه وهتدعوا لي ان شاء الله، وهتدعوا لها كمان. المهم تستخدموها زي ما قلت لكم مرتين في اليوم، مرتين في اليوم عشان تجيب نتيجه، مش اقل ولا اكتر. ممكن اقل عادي، بس يعني هي مرتين حلوه قوي. تستخدميها على المنطقه وتسيبها. وخلي بالكم زيت الورد عادي بيعمل حرقان بسيط، بس ما تخافيش يعني مش مضر. والاستخدام الخارجي يا بنات مش الداخلي، من بره بس، من بره المناطق الحساسه بس. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا كمان بستخدمه على اي كريم تفتيح او ترطيب عندي، زي بالظبط موضوع كريم كنتا المشهور دلوقتي في التفتيح. تستخدمي معاه زيت الورد. زيت الورد رهيب مع اي حاجه. انا بحطه على اي كريم عندي ترطيب تفتيح اي حاجه بستخدمها، كريم وايتنج او الكريم للاماكن الحساسه، وعشان يجيب نتيجه افضل واكتر من الكريم بفعاليه اكبر. جربوا الفكره دي والله وهتعجبكم ان شاء الله.